صدق اللي قال العيد فرحة وأجمل فرحة، لأن العيد عشان كل أيام العيد. طبعا كلنا بنستنى العيد بنستنى الصبح عشان نصلي العيد ونستمتع بأجواءه، وأكيد يعني معروفة إن إحنا ما بنكبرش على العيدية أبدا. ويا سلام على طبق الكعك والبسكوت مع كوباية الشاي بلبن مع تجميعة العيلة. وطبعا العيد معروف زيارات حبايبنا وأصحابنا، علشان كده قررنا نجمع أصحابنا ونسألهم بيقضوا العيد إزاي. بصي، العيد بالنسبة لي هو يوم الوقفة كله، يعني بداية من الساعة 1 مثلا نلعب كورة من 1 ل3، وبعد كده نبدأ بقى نجهز عندنا جامع، بنقعد نجيب بلالين، ديكورات، زي بقى الجامع، مثلا نجيب بلح نفطر الناس بيه. هو أنا متحمسة ليه بنسبة 80%، لأن أنا أصلا كنت من القاهرة، يعني أنا أصلا قاعدة في الأمن، بس جيت هنا بقى لسه ليا صحاب كتير جدا، اللي هو احنا ناويين أصلا ننزل مع بعض، ودخلت في حياتي إن أنا بقيت بسكيت أصلا، ناويين إن احنا بقينا كتير جدا إن احنا ننزل نسكيت مع بعض وكده. يوم الزقازيق هنصلي العيد الأول، كده هننزل نسكيت بقى في خلال ساعتين 3، بعد كده أصلا عندي خطوة يوم العيد مع أهلي وكده، فبروح مع أصحابي ومع أهلي، فأنا سايبة دي بطريقة مختلفة يعني. مش حاجة غريبة يعني، هو بالنسبة لي أول ساعتين بس وقت اللي بنام. مش عارفة، بس يعني مش يعني بحس إن أنا برتب أكتر ليوم العيد، يعني أنا يوم الأول كنت برتب إن أنا أشوف أنا هعمل إيه يوم العيد، إزاي همشي يومي بكرة، إن أنا أحاول إن أنا أنام بدري على قد ما أقدر عشان أقوم إن أنا أصحى وإن أنا أصلي العيد وكده. بدعك من كل الجهات. غالبا بيبقى مشغول قوي بس الأحلى في الوقفة بيبقى جزء من البيت، غالبا بنبقى مستقبلين وبتبقى خلاص الدنيا أنا ما أعتقد أنا مسكت في العيد. زي كده المصريين دي حاجة مش عارف. ما ينفعش يجيبوا تاكل بسكوت، عادات وتقاليد لازم. عادات وتقاليد من زمان، يعني هما بيحبوا يورثونا الكلام ده خلاص. بابا الأول ماما وبعد كده أخويا. أول حد أنا بصحى عادي على بابا وماما وبابا بيديني يا لهوي، ده تبقى مش عارفة في سعادة. عين طبعا. بحب إن أنا أعمل الفلوس أكتر، اللي هي كل بداية كل فين وفين، ومش بيداني على طول، فبحب إن أنا أعينها من ده هيبقى حلو قوي، بس هشيله دولار. هتبقى ممكن حاجة مميزة واحتفظ بيها لنفسي. ربنا ولا عارف. طب تعرفي مين سعد ربيع؟ لا ماليش دعوة بالممثلين، أنا غالي كده. أنا كنت مسميه سعد نبيل باين ولا سعد نبيل. إنما سعد نبيل ديت أنا لحد لسه من فترة عارف إنها اسمها سعد نبيل، يعني إحنا هنفرح بالحوار ده. إنما الأول كنت واحد اسمه سعد نبيل وخلاص. لا عمري ما حد يدري كده، الحمد لله مسيطرة عليها. كنت طفلة شقية أكتر وما كنتش بيضحك عليا بسهولة أوي، فما كانش حد بياخدها بإيدي. ماما ماما خلاص بقى، يعني في اطلاق بيحصل، في فرحة كده بتنزل عليا مرة واحدة. خلاص اليوم فرج. قلتلك لازم بعد أذان الفجر نشرب كوباية مية أو ناكل ترمس بقى عشان نثبت نفسنا مش هنعرف. لازم بقي مية كده بعد 2000 فجر، دي عادية برضه تقاليد. 200 جنيه كانت من بابا، خدتها يعني مثلا كان في معايا اديت عيات 100 على اخواتي وال100 التانية خدتها صرفتها. مش فاكرة أكتر حاجة مش هفتكر يعني، بس كل فلوسي بتروح على الأكل.
عيدية كانت احمد اخويا بعد ما صرفت العيدية بقى كلها اخويا نزل عليها بميتينية، انا كنت بقى مزنوقة فيها وهموت وانزل مع اصحابي، بالله خلاص انا اليوم اتفك معايا.